الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم نتكلم حول بعض الأحداث الذي حصل بعد حنين. انتهى حنين، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وحصل هناك بعض أمور آداب اجتماعية وكذلك أمور يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم حول هذه الأمور وهذه الأحكام. برايد عزيز، أمير بحثة كان تشتكو بشتي بيخنبرج أو شارك مقو حنين وطائف زفري هات مدينة دوان دميك بيخنبر المدينة هناك تشتيبون، يعني تشتي أخلاقي، تشتي جفاتي، تشتي دولتي، دولتي را لازم. أمي أنا بحثة ممكن كان بيخنبر عليه الصلاة والسلام كي نصيحات وتشتات كر لو رايدي أم بيجن ببراني أو منطقة جرب عربية بيجن جزيرة بكرمانجيت بيجن آدا، يعني أو بيجن عربة يا رم آدا سيب تركي منطقة عربية، يعني أو منطقة عربية هدي تب أما بيجي تشتك هندك ما نبو مسلمان فراني تبو مسلمان هدي، يعني برشك بنا مسلمان هدي بو برشكي بهوا واكينو دويدا هدي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لازم هنكي بيا بابجه هنكي سيستما درست بك گندكينن هدي ام بيجن چند باجار چه بون بان چند باجار كت الإسلامي سيستما دولت گره دی چه بهش گندیتی سيستما عشيرتي وقبيلتي دي دركبت بس سيستما دولت، سيستما اورغانيزي، سيستما كو تركيد بيجن مؤسسه، يعني صازي دموي هديات. اما انا بحثها ممكن ان شاء الله. طبعا بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان نقول بان الجزيره العربيه في الغالب اصبحوا من اهل الاسلام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس الدولة الإسلامية. وأول شيء قام به النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل شيئين: يرسل مجموعة من الصحابة ليعلموا الذين دخلوا في الإسلام آداب وأحكام الإسلام، ويرسل معهم من يجمع الزكاة والضرائب كما نقول، ولكن الصدقات لا، كلمة ضرائب لم يكن موجودة. الزكاة والصدقات يجمع، يأمرهم بأن يأخذوا من الأغنياء ويوزعوها على الفقراء، وإذا كان هناك شيء زائد يرسلونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبعثه إلى مناطق أخرى. وكذلك يرسل الصحابة حتى يعلموا الذين دخلوا في الإسلام آداب وأحكام الإسلام، أي يفقههم في الدين. هذا ما كان النبي يقوم به صلى الله عليه وسلم، يركز على التعليم وليس على الفتح فقط، أن يعلمهم أحكام الدين والإسلام. النبي كان هذا منهجه قبل ما يفتح البلد، كان يحب أن يفتح القلوب، وبعد ما يفتح القلوب يعلمهم آداب وأحكام الإسلام. لا يحب أن يجمع الأمة الجاهلة، مسلمون ولكن جهلاء، لا مسلمون وعلماء يعلمون ويعرفون أحكام الإسلام. تشتك پیغمبر ذكر عليه الصلاة والسلام دوی منطقة هانه ملتي بنا مسلمان پیغمبر ده تشتاد كر ملتي تشان اوان ملتي كشان دو گروبن گروبا یک پیغمبر دگو هرج ملتي را دين وان بيجن وان فير اسلام بكن. پیغمبر امتك جاهل قبول ندك، امتم را جاهل بما بيجا لا اله الا الله تمام نا فعم باسلام چيه، دين خودي چيه، حلال چيه، حرام چيه، عبادت چيه، زواج چيه، تجارت چيه، شر چيه، صلح چيه، حق و حقوق ميرو جنا چنه، درو جيرانا چنه. پیغمبر دگو هرنج مارا بیشن. ادور داشی پیغمبر ان صحابی خوی زاناتشان اوی عالم دگو هرن دین خود جوان بیشن. دیگه لوان یکی دیش دشان. دگو اونجی هرن یا دو سه دشان، دگو اونجی هرن زکات و پریوان طوب کن، زکات و سیستم مال، سیستم زکات هدی دست بکر. لورا ده هر دولتی دا لازم دیگه قوت دولت پره هبن. وی پره هانه تی آلیکاریا فقیرا بکی، آلیکاریا محتاجا بکی، مصیبت کی چلبت بکی، تی دولت ارگانیزه بکی، تی عسکر حاضر بکی، تی عالم درست بکی، تی جامی و مزگفت و مدرسه آبا بکی، یعنی پره لازمه. ایرو تی دولت مانال سر قرش کی پره سکنه مرواد بن جوره تی نجره تشمه قرش کی پره خونه دایه گلک جوات دی فاتوره جوات تره هم بجن هزار و صد قرش و پاش قرشی تنلو تایید امجاد بجن اورل قرش اشتاد خوازته قرش تاکین بعد تا قرش کی ندایه حساب دولت گره وره کرن. قرشه کی لفر یک لفر 20 لفر 100 لفر گابا چه بود تماشات کی میلیون کی پرت نه میلیون کی کدا چو ایوان قرشه بون تا حساب نکن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اساس دولت السروان هر سر علم سر مالی سر پر دابت، يعني لو ما صحابي خودشان دگو هرش ملت را اسلام بیشن، یکی دشان دگو هرن
پره وان کم بکن و پره طوب کری تماشا کن اولا لفقیر وان بلاکن داوی اف زیدش مرا بشینن پیغمبری جوید شان جهه کادی مرکز وكنا قلبه خوينت شافيالي خوينت شنافيالي خوينت شنافيالي لما قال اف قلب ساغلم يعني پایتخت کم بجن کرمانجی پایتخت عاصمه یعنی باش کن تا دولت گاوا کزعیف خیر تاتنه باش کن پایتخت گره خبات پرت دهبن علم تدهبه زانبون هبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لسرویات ساکنین دگو هرن دین ملت جوانا بجن وان فیر اسلام بکن قرآن جوانا بجن حلال و حرام خواده بجن او سیستما پراجی باش حساب بکن زکات وان ای حیوان او قایب بزنام یا دوا پراور حاصل وان فیرد کرد مال وان زکات وان زیده بسین او تماشا کن دوی گنده دا فقیر هنه بدن فقیر وان تنبم جیران وان بشکل یعنی تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم زنجين وانتي ساندن لفقير بلاد بن اف سيستم هاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام شي كربو النبي كان يرسل الصحابة لجمع الصدقات وكذلك من يعلمهم أحكام الدين ولكن انتبهوا إلى أمر النبي حينما كان يرسل العمال لجمع الصدقات ويأتون به إلى النبي يحاسبهم يقول كم أتيت به ماذا يوجد عندك كم كان عندك من المال الآن كم عندك من أين لك هذا الكلمة الموجودة في الاقتصاد العالم من أين لك هذا من أين أتيت به وكان قد أرسل صحابيا فهو ذهب وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى للنبي قال هذا لكم وهذا لي كيف لك قال الناس أهدوا إلي هذا فالنبي جمع الصحابة وقال هذا لا يجوز لا أقبل منكم أن تفعلوا هكذا لو لم أجعلك واليا أو محاسبا لجمع الزكاة من كان يعرفك ويعطيك هذا المال هدية لو كنت في بيت أبيك هل كان سيعطونك لا والله ردوها إلى بيت المال قال لا أقبل أن تعملوا هكذا لا يجوز أنت قد استغلت وظيفتك ربما هو لم يطلب منهم ولكنهم قد أعطوه فكان النبي يدرك بأن هذا بداية شر لو فتح هذا الباب يكون النتيجة وخيمة جدا هذا الباب مغلق العملاء لا يقبلون الهدية من أحد راتبهم فقط والباقي إلى الدولة هذا كان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أين لك هذا لا تنسوا هذا تشتكي قوي بكن باش قوداري كن قالوا جماعته ينكي تشتام هرقاف نكارن دوباره بكن تماشي أخلاق پیغمبر بكن و ایرو دولت ما کتیدا سیستم ما پراده های سیستم ماری آبوری کردی آبوری یعنی پره کدزی و خرابی و کتیه که ملت مدوجه اشخال مسلمان دزن باب اسلام اگر کلمه درست به سروک اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تماشا کنجا سیستم های چبو و داوی جعیب دمده یاد اسلام ده پیغمبر وقتی که وانه چون پره توبت کن یا ام بجن اوه مامور ورگی زاریبه یعنی ایک دستینن کرمانجی ناو زاریبه باجه هر حال ده باجه کومت کرن اوه کچون باجه توبت کرن پیغمبر وان شان دهاتن گوی وره تا چه کریه تا چه نکر تا چه آنی تا چه نانی روژه کی سیستم چوا در کرد روژه کی وان ایک پیغمبر وان شان چون هاتن گویا رسول خدا اویا ایوه ایب سلمان اویا جی پارا منه گویا اویا تو کدا پارا ته گو هدیه دانه من هدیه ملت هدیه دایه من پیغمبر با عقله پیغمبر حکیمه پیغمبر زانایه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام تكيف سري وكو شعب خو بقرا في كيمانيان دنگي خنكه يجي فهم نك مسألة حتى كدشه انسان بعقل انسان زانن دسبك خوار به حتى كدشه يعني عربي بيجن اللبيب من الاشاره يفهموا يعني بتركي قلت اللبت بيجي لبلبي انسان بعقل دسبك زانن چاته زانت حتى كهري پیغمبر زانبو علیه الصلاة والسلام وی دری آنه که وکه داوی نای صبرو ایوالی پره بخون وزیر باقان پره بخون ادنه پره بخون ملت هدیه دایم من یکی که هدیه کی بده تات صبرو نکاری احتراز لبکی قد نکاری ایرو تو خلیفه بیجی یکی هات پره کی داته هدیه کی داته تگو مالا تا آواسه بیجه ولا درده کی من ادکاری آلی کاری هم کی تو نکاری بیجی نا ام انسانن دماغ یکی قنجی کلمه کرم عیبت کن بیجنه یکی قوتا نا دماغی نه نورماله یعنی نه نورماله یکی قنجیل تکر تی مجبور بیجی سر چعبتی چعبی خواکنم کی پیغمبر گوورم فرا قالو صحابی ملت توب کرد گو از جارنا هنک هادشینم دبیم هرم پره مرج ملت بستین یعنی مامور دولتی اوی جامره تی جمرات بیجه اویا ایوه و اویا ایمنه
اویه هدیه دانه من عین کلمه پیغمبر مشهور صلی الله علیه و سلم دبي اگر افلا قعد في بيت ابيه او بيت امه هل ينظر ايهدى اليه ام لا. دبي ود مال باب خدا رونستانا كلمه پیغمبر به المال دایکا خدا بونه اوی هدیه جواره باتا ناتانا والله ندهات والمال دای باب خو بن هدیه جواره نه پشت کو هدیه اشترا نه اوی حرامت بخوی مال تننه پرنسیپ اسلامی اوه دا تماشا کن دولت ما چتکن دولت اروپی دولت دی چتکن ولا صحته کی هدیه دانه من ولا نظام وی هدیه دایه من نظام تراکتور کی هدیه نه پیغمبر گو هدیه هرچی کو مامور دولت هدیه ناخن چنابه اخلاق اسلامی اوه اما ایرو چتکن کابرا بیا والی پرد خو بیا مزنه بلدیه پرد خو چیه ده هدیه کی مشترانیه مجنکا ترا بازنه کی زیرانیه جبونه تا امضا کی باب ویا مالا تخرب بی امزانه تمالا خو خراد که روزا قیامت تش خدا را بجی چه علیه صلاة و السلام عز و جل پیغمبر وهاد بجد سری مسئله دزیه که مر پاره ملتت خویا از آنا امام ملو خودش ورازیه که وره هدیه که بده محقق بلکه چعبی بجد صبی رو هم فتوا که امام خوازم وکی دی که از نه امام و بیا کی مناست کرد کی مناست کرد یعنی کره بابه خل مالا خوب از امام حاتمه برا گوا که هدیه که تشتکی هات پره کی دامن محقق صبی رو بجد از صبی هرم فتوا که امام خوازم امام فقیر مجبور بجد ای عیب که بجد نه لروت هدیه دایه که امام شافعی دوی اذا اطعمت الفم استحل عینو تشتكي بكي دبي يكي شعبي فديت كي شعبي خود گره لورا تخوارنه كري دبي عيد كي من تنديت اجا پیغمبر وها قانون کی در حدیث کا مشهور هر کسی که پره دولت تخم پره ملت تخم را دقت بکن دبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده پیغمبر سوند خو او کسی او ذات کو رحم دستی ودایه یعنی از خدا سوند خم عادت کی پیغمبر وجرنا سوند خورد گو او ذات کو رحم دستی ودایه یعنی برب العالم سوند خم لا ينال أحد منكم منها من هذه الصدقات شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عاتقه يعني سرق جمل الجمل على ظهره البقرة على ظهره المال فلوس دولار الأورو الكرون بيده وهكذا يأتي دبي أسون دخم بي ربك رحم الدستي ودايك ونشب بين رجع قيامته سرملي وبوني برن حزورا خده مثلا بري دفهبون بزنهبون مش أنا شقه هنا عرسه هنا انا دولار هنا يورو هنا زير هنا اجا انا سرملي 10 كيلو زير 5000 دولار هوا بيوات شنو تاني دزي روجا قيامته تاني نقار انكار جيبك بزن وحيوان بدنگ در تخمپره بجي شقه پرايا زير برقرقه پر زيرا لهبت كفن نقار بجي ناج تي مجبور بيرا سرملي بيا زير سرملي هات محكمه خدت بي اف چيه ملائكت نو افچه جاجه سوال که تماشات کرد به اولاد دزیاکم کریه اوه دزیاک تبانی لفرار حتى امتكارن پرا بتزن ها امتكن حسابك الاسفيتش راي والسويس راي واللزا لكو حسابه بتكس ناوي بسمامي خو گنديه خو جيراني خو روجا قيامته وانا تف درافن اويش رازيل بمن لو را اليكاريا ما كرن وروجا قيامته متابه وان دولار وزيرا وغنما ابي غازي ده فروشه تبي غازي ورا يتدا بشوته ابي نفطه زي تبي ورا ابي زيرات بي تبي ورا حاصل كلام هر کس کی بشكل کی ورا رجع قيامته حسابك جرانه لو ما پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام بريقته بيابن اي عامل كلمه پیغمبر اي عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما اصاب بعد رزقه فهو غلول أي بعد الراتب الذي حدد له الدولة الذي يأخذ فهذا حرام لا يجوز له أن يأخذ عليه أن يأخذ راتبه فقط وليس أكثر پیغمبر دبي هر عامل يعني بكرمانجه يرو مأمور أبيك وظيفة هنا يعني دبي هر إنسان كي ما ويكر مأمور ما كو هرا ما معاشي ويدا هات قالت معاشي بديه من إيه مهم أوي يرو تلفي دولتنا هنا دا سيستم الدنيا دا كي پیغمبر جوهات كريا كيت كر والي تكر وظيفة تقول بيا حقته بيا معاشق بسطينه بلاش نكه تب معاشق بسطينه أذكارم بقركات أقرب لك معاشق ناس أنا كارم تشكيش ترى بيشم پیغمبر بما معاش تا كي أو إنسان هانه زيده معاش بخو حرام جرا قديا دفتر هات قرتن يعني زيده معاش بخو حرام جرا قرب صناكه پیغمبر سروي قانون تملا يعني سيستم مالي
اوه اکونومی دا درست کرن، هر زکات توب کن بدن فقیره، اوه زیده جمره بشینن و از حساب جوا بخوازم و چه آنیه چه نانیه. پیغمبر حساب خواست حضرت ابوبکر، حضرت عمر، سیستم اسلام اوه یکی دکرن والی وزانه چنه والی یعنی بریا کو چود کو جاجمرا بجا مالته چخاه چند حب زیروته و پریته و حیوانته و بزنته هنه با بجا 5 سال باشه دگو جاوره چخه حیوانته چی بونه زانه بون حساب تکرن اگر کو 20 حب دوی بی انسان هبن دوی وزانه چنه حیشترن پشت 5 سالاک ببونه 100 حب 5 حب نابن 100 حب تبیش کو ان یک جمره حسابی بشه حساب تخواستن اوی نه نورماله دی حب بزن تبوبن 40 حب نورماله سال دی حب زیده بونه اما کبونه 100 حب بزن دمکی تکار دولت نکریه تدزیا ملت کریه تشغال تجارت کریه حسابش تخواست بزمان ای وقتی من این لک هذا تبیش کو انیه ایجا ایرو مع سب دولت ما دافنا تشکو انیه بینه مشکله نه حرف عافیت باش ترى کی دزیا زیده اشت کرد میت میره کی پرمازنی یعنی خدای ما محافظه بك ببارزه ان شاء الله. هناك امور اخرى علينا ان نتكلم. النبي حينما ارسل كذلك احد العمال الى منطقه حتى يدعوهم الى او ياتي بصدقاتهم، فهذا الرجل الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان الى هذا العشيره واهل القبيله ربما كان يقال بان بينهم وبين هذا الرجل كان هناك مشكله قبل الاسلام، ولكنهم لا يعلمون النبي أي شخص سيبعثه. سمعوا بأن النبي أرسل إليهم رجلا حتى يعطوهم الصدقات فرحوا خرجوا لاستقباله. من عادة العرب أحيانا يفرحون بالسيوف هكذا يضربوا بعضهم يعني ألعاب بالسيف. فالمسكين حينما رآه من البعيد قال هؤلاء سيقتلونني، هرب إلى النبي لأن يكون هناك مشكلة بينه وبينهم في السابق. فأتى إلى النبي قال هؤلاء أرادوا قتلي، فالنبي تحجب. حتى هناك روايات يقول الصحابة قالوا نذهب الآن، رواية يقول بأن النبي قال اصبروا إلى الغد. على كل النتيجة يطلع بأن هؤلاء لم يفعلوا شيئا، كلما قاموا به الفرح والسرور بأن النبي أرسل إليهم من يأخذ صدقات ففرحوا بالأمر. فالنبي سأل قال لماذا؟ قال أنا خفت على نفسي فلذلك قلت ما قلت. الله عز وجل حذرهم وبينهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إلى آخر الآية. حصل هناك أمر شرعي إذا أتاك رجل بخبر فعليك أن تسأل صحيح أم لا. قد لا يكون صحيح، قد يكون هناك سوء التفاهم. لماذا ستهاجم على الناس بدون أن تعلم أصل المشكلة؟ قاعدة إسلامية إذا أتاك رجل بخبر حقق هل الخبر صحيح أم لا، التحقيق قبل كل شيء. تشتكي دني ساتشي بو پیغمبر شخصا كيشان گوهر زكاة فلان قبيلة توب كعشيرة كي أبي شخصك پیغمبر ويشان نابراوي ووان دني دا بريا إسلامي دا بشكي سريش أنا عاجزي كوان هبو بريا إسلامي أبي شو فقير جي نزان كيتي ري گوه پیغمبر يكيت شينه كيف كره تدي عادتي كرداي مردف وزرنا چه پیشات تشتاو الله الله اي عرب واجي بشورا چون ليس گوه هات كيف تكن دعوت اون بري بشورا بون يعني رق وان بو ابياج تماشا كر قيره وشوره ملت اواتن گو بخاده وانا بكشن وهما راوي هات جنب پیغمبر گو يا رسول خدا مبزوره خو خلاص كره وانا مبكشتانا كروچ ما تدكجن تجبون زكاه شان دي ور حاصل هناكي كتاب بيجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام گوش خالد كره ولا حضرت خالد گو خالد هر تماشا كچيه بزيك هره وين كي بيجن او ظلام روجا دي سر اسبه هاتيه دبي يا رسول خدا ام دو ساكن انت چما ظلام نشان نات ما حيوان يقدر خصبو جبونه كره ور حاصل به پیغمبر گو مشان و خواست يبگجن يا رسول خدا كي بگجن ام چوا ظلامته بگجن ما تشتك نديتيه پیغمبر باند که دبي كروانا تنديت نتدم بكشتانا والله دبي يا رسول خدا استرسيام برنا برم نواندا دردكي مهب ومهب عاجز كرو الترسيام بوجن مش جو قيم ابن سليمان آياتك قرآن هات خدا جو قالوا انسانا يا اسك كسك وايمان انيه دماك يا كجوار خبرك اني در حال يقين نكن خصوصا خبرك انا نورمال يعني ها يقين نكن حتى وشاهدوا اثباتا بلكي نراست به يعني اگر صحابيه تشتي كنت خاصن پیغمبر نگوتا بسنه وانا بشونه لا سامح الله والله ايه قتل عام چه بونه انسان بکشتانا سر تشتكي كنا راسته يعني
پیغمبر کو جارکاتی وی تشتهانه نکن علیه الصلاة والسلام و بو قانونك الهی قانونك قرآن یکی خبر جوارانی پرس کن تشکوانیه کیش ترا گور راسته آن نراسته بیاش حیات خود در نکم رد حیات ما تواده به جانا برایت یک تی خبر کی سرناب برایت بجاتش برای عاجز بی برایت نگوت یا فقیرو یا جی تشتکی دی گوت یا بیاجی بشکل کی معنی کی لخسته اوه تو برای خوبون نیاره میرو جند بن نیاره اولاد و باب دن نیاره سبب خبردانا نراست قانون اسلامی ادبه کی خبره کی جوارانی سوال بکن داوی بیتشتیانه بکن ابیاجی امرکی دویا برهای وجهه به كذلك أمر آخر حصل في هذا الوقت هناك قبائل كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام وهكذا فيأتي وفد تميم خصوصا الأعراب كما نقول أهل البادية الذين لم يتعلموا الإسلام جيدا لم يتعلموا الأحكام والآداب فهؤلاء يأتون الظاهر رئيس القبائل وعشائر مستعجلين فلا ينتظرون أن يخرج النبي إليهم وهم في الخارج يا محمد يا محمد عندنا شغل معك اطلع فهؤلاء الله عز وجل يبين إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون قال هؤلاء يعني الجهلاء تعبير الأمر لو يصبروا حتى تخرج لكان خيرا لو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم فالله عز وجل كذلك علمهم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قائد نبي زوج أب له أوقات يحتاج إلى الاستراحة وقت إلى النوم وكذلك أدب الكلام معه لا ينبغي أن تناديه باسم محمد أو كأنه صديقك ورفيقك هذا نبي الله رسول الله فالله عز وجل بين قال لا تفعلوا هكذا هذا كذلك تعلمناه من هذه المسألة التي حصل مع النبي ومع هؤلاء الأشخاص تشتكي دنه هناك قبيلة عربة يديد هاتش خاد بون مسلمان وفرداوي دات كرن قبيلة كي جوان تيني خوانية بشكي وازنكينن لي أمبيجن قندي نه قندي تيا كو أمبي سر بلدن قندي تي كي هي أدب ومعرفة جميسانا كيما هينكي قندي تي وساكنو هنا سيستما باجارا نزانيلو هينكي تشتي وساكنو هنا إجاب قندي بي وقته أمبيجن قندي يعني عربة ندقو قندي تقو بادية ملته چوله اسلام فهم نکرنه هیچ نوبونه مسلمان نزانه پیغمبر چوا خبر دن دنگی قبلن کن بلن نکن بجن چجرا افانا جهاتن گوه محمد کرن قیره قیر در وها محمد عیشه ما در کبه وقتا نیفروه لو پیغمبر فقیر و هلاک بی رعت بی احتیاجه یسرح قیر محمد در کبه خود آیت کیشان گوها نکن جاهلن و چوهات کن پشکی صبر کن صحت کی پاشه در کبه چت کن قیره قیر شما دنگی خصا بلند کن ربي عالم فردا وان ادبك داوان و ابدا نبي تشتهانه نكن جاركادي دنگي خبل نكن حرمت ابي راس پیغمبر و رسول و رهبر و چوا ایرو ام شیخ خورات بن شیخ سروک خورات بن سروک امام خورات بن ما مستمنا به اون نابجن واناش فقير نظام بو خدا گو نه هان و نجرا بجن بادب و احترام بام بکنه کی حتى آیت کادنج رب عالم شان زيكي صحابي الحضور پیغمبر دا کرن قيرقير خدا گو دنگي خو بل نكن لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دنگي خو الحضور پیغمبر دا بل نكن شو قير قيراويه احترامي بگرن ودنگي خو بلند كم هات كن اجانك صحابي دي دنگي خو نكرن گولم دمكي ما بي ادبي كريه هرچی آیت ادب دیگه پیغمبر خودت شان پیغمبر نکار بو جوان را بجا احترام من وها بگرن نکار بو بگوتا ملت شاش فهمت که خودت دگو از وان تربیه کن دنگی خبل نکن جرا وهانه بجن جرا وهانه بکن وها بکن تفك ادب و اخلاق الهمبر پیغمبر طرف خودت عز وجل اما تجرا بجن تجرا نبجن خدا وان فيرت كر كذلك امر اخر الله عز وجل علم الصحابه ان لا يرفعوا اصواتهم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ينادونه باسمه يا رسول الله ويا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني فلان فلان ولكن للرسول يا نبي الله يا رسول الله ولكن عندنا مسلمون جدد أو تعلموا الإسلام من الإنترنت وليس من المساجد ومن المدارس حينما يتكلمون عن النبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم قال هكذا ومحمد صلى الله عليه وسلم قال هكذا يعني كأنه محمد ابن طريق أو الرجل صديقهم هكذا من هذا محمد يا أخي رسول الله قل رسول الله نبي الله فالإسلام علمنا بأن حين أن نخاطب ونقول رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نقول محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تنسوا هذا. والذي قال بجنبكم أو رأيتم رجلا يقول محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أخي الأفضل أن تقول له رسول الله هكذا، لا تقول كلمة محمد هكذا، الله علمنا هكذا. تشتكي دي هناك مسلمان ما نو مسلمان ما يكو اسلامش انترنت فهم کرنه، نچونه جامعه نچونه مدرسه، خواندنا گوگل خواندنا تماشا کرنه بون عالم. جانا قال پیغمبر کن علیه الصلاة و السلام نابن رسول خدا دبی محمد صلی الله علیه و سلم ها گوته محمد ها گوته و محمد ها کړي، یعنی کنه وشوانه ګوندوانه پیغمبر خدا دبیجه خبردان اوه دیگل هف برانه وکا خبردان دیگل پیغمبر بوش پیغمبر او نابی بیجن نابی رسول خدا نبی خدا و نبیجن جهاب را احمد محمد حسن تدبیجی، یعنی گلک جرا تماشات که امش بابی خرادین بابو ام نابی بابی خو نابیجن لی قال پیغمبر دم نابید بیجن محمد وها گوتیه ای بابی خود به باب من وها گوتیه چی نابی بابی خوشی بیجه نابی بابی خو نابیجی ادبا لی نابی پیغمبر نورمال محمد وها گوتیه محمد چیه و محمد هاتیه محمد تو سری داره محمد هات خواره نه دماغ و تماشا کردی مسلمانه که الجمعه گو محمد بجا قربا بسنه دقیقه که اسلام قبول نکرد جرا بجا محمد بجا رسول خدا نبی خدا بکرمانجی پیغمبر خدا قاصد خدا حتی کرد مد بجا نور چعبا او قصد پیغمبر جی حس کن دبی نور چعبا ما یعنی پیغمبر و هاد بجن علیه الصلاة والسلام ابیا جی براد عاقل مدابه خبردانه که دیگه پیغمبر چی بو به وی شکلی گره ام به پیغمبر را خبردن علیه الصلاة والسلام حتى برا بس إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ابقوا في حفظ الله ورعايته إلى الجمعة القادمة إن شاء الله، وبعد ذلك سنستمر في درسنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عفتاتي بن حفظ الرعاية وبن سيوان رب العالمين إن شاء الله.